بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه؟ ازيكم حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل كده حاجه كده بسرعه. وهنعمل هتشوفوا مع بعض انا هعمل ايه. يلا بينا عشان انا مش عايزه اطول عليكم، عشان الساعه 4:30 وما عملتش اي حاجه، واصحاب عيالي جايين لي فجاه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنجيب 4 معالق دقيق. 4 معالق دقيق. الكميه دي انت هتعمليها ايه على حسب ذوقك. يعني دلوقتي انا عندي نص صدور. انا كده حطيت هنا، استني الاول اقول لك بس المقادير. يعني انا حطيت 4 معالق دقيق او 5، وهنا 2.5 نشا. ركزي في المقادير. يلا خلاص. انا هنا حطيت ايه؟ 4 معالق دقيق او 4.5، هنقول 4.5. خلاص. وهنا حطيت برضو ايه 3 معالق نشا. خلاص. هنقلب كده كله مع بعضه. هنجيب بقى ايه البهار بتاعهم، البهارات ديت. خلاص. عندي هنا بقى ايه بهارات لحمه. عندي قرفه، شطه، بابريكا، في كزبره. حاجة مع القرفة، ايه اللي مع القرفة؟ اللي مع القرفه جنزبيل. جنزبيل. انا حطيت جنزبيل وقرفه، وحطيت شطه، وحاطه بابريكا وكزبره وبصل بودر وتوم بودر. خلاص. وفلفل اسود، وطبعا الملح اساسي. خلاص. هنحط كل المقادير دي كده مع بعض هنا. تمام تمام. هنحط رشه الملح، وبعدين هنجيب ميه، ونجيب المضرب بتاعنا. خلاص. احنا كده عملنا ايه كل المقادير. جبنا المضرب بتاعنا، وهنحط الميه. مش هنحطها كلها تدريجيا، ماشي؟ لحد بس احنا عايزين ايه السمك بتاعها يبقى زي بلح الشاي، زيه. عشان عايزاها تقيله كده شويه كده. ونضرب بقى ضرب كده يكون كويس، عشان خاطر هننقع فيه اللي احنا هنقول عليه دلوقتي. احط كمان شويه ميه. طلع منك خفيف، حطي كمان معلقه دقيق، مش هيخسر. ماشي. حطي كده ايه معلقه دقيق، عشان احنا عايزينه ايه تقيل شويه، عشان يمسك في الحاجه. اهو بصوا تقل شويه ازاي. مش معنى ان هو خف منك ان هو كده باظ، لا ما بص. بص عامل ازاي، بصي اهو. بصي رشه ملح بقى بسيطه كده، عشان خاطر ايه نظبط الملح بتاعه. خلاص. يلا. ما تنسوش ان احنا حاطين كل بهاراتنا. خلاص. نيجي نعمل ايه؟ هنسيبها كده على جنب. يلا. طبعا انا هنا ايه جبت بقى صدر فراخ، بس جايبه ايه صدر واحد. خلاص. انا عشان انا بعمل حاجتي بسرعه، انا جاي لي ناس اصحاب عيالي زي ما قلت لكم، فانا بنجز حالي بسرعه. خلاص. فهنجيب صدر فراخ كده بحاله كده، وهنقطعه صوابع زي ما انا بعمل كده. بصوا بصوا عامل ازاي. استنى. بصوا عامل ازاي. انا عايزاه كده. خلاص. بس هنقطع كله صوابع بالطريقه دي. نقطع بقى كده، ونحط هنا في الخليط اللي احنا عاملينه الستريبس. خلاص. دي خلطه الستريبس. هنيجي هنا نقطع ده كده شويه بالنص، عشان ميبقاش الصبع ايه طويل. خلاص. نحط ده كده. احنا قطعناها كلها ايه صوابع. تمام. نقلب بقى كله كده مع بعضه، ونسيبه يشرب التتبيله الروعه دي. خلاص كده. ونسيبه بقى يعيش حياته، واحنا نشوف ايه باقي طلباتنا.
طبعا احنا جبنا ايه، جبنا البانيه، بس انا البانيه ده كنت جايباه من امبارح تبلته، بصراحه كان عندي زياده وتبلته، بس لما عرفت ان اصحاب عيالي جايين فقلت خلاص احط ده جنب ده ونعمل سفره جميله. طبعا انا هنا التتبيله بتاعت البانيه تبلته، عملت ايه بقى، بشرت بصله، بصل بودر، توم بودر، عصره ليمونه، ملح وفلفل اسود، البهارات كلها مكسيه كده، كل اللي عندك، كل البهارات اللي عندك. خلاص عملته، ونقطه خل وعصره ليمونه، تبلته امبارح وسبته كده. اجي بقى هنا عملت انا ايه هنا، عندي والاحمر اللي فيه ده ايه؟ الاحمر اللي فيه ده البابريكا. الاحمر اللي في البصل. اه دي هرسه شطه، لو انتوا بتحبوا هرسه الشطه حطوا، ما بتحبوش خلاص، بس احنا بصراحه بنحب طعمها في الاكل، هي ده اختياري، عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين بلاش. طبعا احنا جبنا هنا البقسماط وفيجيتار، ونفس البهارات اللي حطيتها هنا هي نفس البهارات اللي هنا، بصل بودر، توم بودر، زعتر، فلفل اسود، كزبره، كمون، ملح كده، والبابريكا. خلاص ورشه الملح، ناخد كله كده مع بعضه ونقلبه. خلاص عشان نعمل البانيه هنعمله ونحطه في التلاجة عبال ما نشوف بقيه اكلنا. طبعا احنا جبنا ايه البانيه، هنيجي بقى نعمل بهارنا الدقيق زي ما نفس البهارات اللي هنا هو اللي هنا. وطبعا عملنا بيض، جبت بيضه وربيتها وملح وفلفل اسود، نقصي الملح شويه، انت حاطه ملح هنا وملح هنا ورشه ملح هنا، فده لا ملح، وده برده لو انت مش عايزه تحطي له ملح شعر صغننه خالص عشان بس الدقيق. خلاص احنا بقى نيجي ايه، هنعمل البانيه كده 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 عشان ما يتلخبطوش البنانيت الصغننين لما يجوا يعملوا البانيه ما يتلخبطوش. هنعمل كده، الايد اللي تشتغلي بيها ايد واحده مش ايدك الاتنين. خلاص هتعملي كده، تفضيها من هنا كده شويه كده، تحطيها كده وتشيليها كده، تروحي حطاها هنا، وبنفس الايد تروحي عامله كده، تضغطي عليها وتعملي كده. بصوا حته البانيه سكر سكر، شايفين اهي، اهي. هشيلها من البقسماط بتاعها كده واحطها هنا. خلاص اجي غيرها اعمل كده، بنفضها من البصل بتاعها وحاجتها واعمل كده اهي، بضغط عليها علشان الكفر بتاعها يلزق فيها. خلاص هنفض كده من الدقيق شويه، وبعد كده احط هنا واعمل كده، احط في البيض واخد من البيض احط في البقسماط. البقسماط يا جماعه اخر مرحله. خلاص اعمل كده واضغط كده واضغط. خلاص انت كده بتاكدي على الكفر عليها بس، وتتشيل تتعمل كده. بصوا بتبقى عامله كده اهي. خلاص كده احنا عملنا ايه اخر قطعه. تمام، عملناها بيض، ناخده من البيض نحطه على البقسماط، وزي ما قلت لكم نعمل كده، تلزقي الكفر على قطعه البانيه ان شاء الله هتلاقي. بصي حته البانيه اللي بقت كده دي بقت قد كده ما شاء الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بص احنا كده خلصنا اهو البانيه، هنحطه في التلاجة يتشمع شويه ويشد كده، وبعد كده إيه نشوف ورانا ايه في عزومه النهارده. طبعا احنا حطينا الميه هنا وحطينا حله فيها الميه، غليت الميه بتاعت المكرونه، وهنعمل شويه مكرونه النهارده. بس هنسيبها بقى ايه تغلي وتستوي كده. بنعمل ايه، المكرونه بقى اتسلقت وصفيناها كده، بنعمل الثوم بتاعها. عارفين الساعه كام؟ الساعه 5:30. الساعه 5:30 ولسه ما حمرناش البانيه ولا حتى الستريبس، بس ان شاء الله باذن الله ربنا هيسترها يعني، ما تخافوش. الثوم اتحمرت، هنحط الصلصه. يلا الف هنا، الف صحه وعافيه على كل اللي ياكل. الف هنا الف هنا.
بس هنسيبها بقى ايه تتسبك على جنب. نولع هنا العين اللي جنبها ونعمل ايه، نعمل كده، نسيب تسبيكه المكرونه على جنب ونحط الطاسه بس كده اهو. الطاسه ها الزيت يسخن نحط على طول البطاطس. نحمر باقي البطاطس عشان ابوظ لكم، ربنا هيسترها ان شاء الله باذن الله، نلحقوا الفطار باذن الله. بس هنسيبها بقى ايه تتحمر. بصوا بقى عندي ايه، البطاطس هنا ايه على النار، المكرونه التسبيكه بتاعتها ايه هتغلي اهي، هتغلي. نسيبها بقى تتسبك شويه عبال ما ايه نحضر بقى البانيه ونحضر ايه الستريبس. يلا هنجيب بقى ايه اللي حبه نشا قد ايه، دول معلقتين، شفتوا لما بيطلعوا معلقتين، معلقتين طلعوا معلقتين بس. بس بقى احنا نحط عليها ايه معلقتين دقيق تمام كده. هنبهر بنفس البهارات اللي احنا عملناها في الستريبس، لو انتوا تفتكروها، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، فلفل اسود، ملح، كده نفس البهارات. بص انا شغلت قران المغرب ازاي عشان ايه نبقوا مع بعض في اذان المغرب، عشان بقولكوا داخله المطبخ متاخر. بص انا اهو البطاطس اهي بتستوى. نبص على صلصه المكرونه اهي. بص هنجيب كمان صلصه المكرونه. الله 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 يا بنتي يا ساره، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فاضل لها 5 وتتسبك. بسم الله ما شاء الله. بص انا حطيت بقى هنا ايه، حطيت جنزبيل، بهارات لحمه، رشه ملح اهي، وبابريكا، وقرفه، وفلفل اسود. رشه كزبره صغيره. تمام. هنقلب كل ده كده مع بعض، نقلب كل ده كده مع بعض نفس الطريقه اللي احنا عملناها في الستريبس اثناء الخليط. نفس البهارات اللي هنا هي نفس البهارات اللي هنا. ادعوا لي بقى ان احنا ربنا يكرمنا ونلحق الفطار. اصحاب عيالي قاعدين بره وبقول ربنا يستر. يلا هنعمل ايه بقى، هنجيب طبق هنحط فيه اللي هو ايه هيطلع من هنا، هنطلعوه. نجيب بقى كده ايه قطعه قطعه كده بس كده بطراطيف صوابعك. احنا مش هنغمرها دقيق، بطراطيف صوابعك وتعمل كده. بصوا طراطيف صوابعي كده عشان مش عايزاها دقيق ايه ياما. وافضل بقى اعمل كده لحد ما اخلص كل الكميه، البطاطس تخلص، احط الايه الستريبس على طول. بس اهو بنقلب البطاطس ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمنا ونخلص قبل المغرب. كل ده انا مستربعه، انا خايفه المغرب تبدأ عليا وانا لسه ما حضرتش، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحضر بدري. بصوا احنا حطينا اهو البطاطس اهو، خلاص خلاص، وحطينا هنا على الزيت عشان عايزينه ما نطفيش عليه. وهنبص على الصلصه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. 5 كده عبال ما نخلص البانيه والستريبس تكون ان شاء الله خلصت. كده بنحط الستريبس بس عشان انا بعمله بالدقيق، وباخده من الدقيق على ايه على الطاسه كده. خلاص فاضل لي كده كام حته هعملها بالدقيق، يبقى احنا كده خلصنا الستريبس. ان شاء الله باذن الله يعجبكم لو انتوا عملتوه كده بنفس الطريقه دي. على فكره والله تحفه تحفه.
انا عاملاه عشان بس ايه صاحبه بنتي بتحبه قوي قوي، فانا ما رضيتش اكتر بخفافه والله. نطلع اهوت الستريبس خلاص احمر الحمد لله واستوى. اخد حته اهيت بنطلعوها، حطي على مناديل بقى عشان الزيت. خلاص تمام. بس سامعين بقى كده، سامعين كده صوت الخروشه؟ بصوا سامعين؟ يلا بألف هنا. هنحط دلوقتي ايه؟ البانيه زي ما احنا كده. البانيه اهو طلعناه من التلاجة وعلى الطاسه على طول. مش هقول لكم ربنا يستر ان شاء الله. سامعين المغرب؟ انا مش عارفه اتحرك براحتي عشان الطاسه والزيت، فبعمل المكرونه بايدي. بصوا قلب المكرونه اهي. اللهم صل على النبي، الله اكبر. اهي خلصت المكرونه، خلصت والبانيه كمان خلص. نصفي بقى الاكل ونغرف. خلصنا اهوت سفره رمضان. بصوا عملنا ايه؟ عملنا مكرونه، عملنا بانيه، عملنا سلطه، كفته الحاتي. طبعا انا هقولها لكم في الفيديو بس بعد الفطار يا جماعه بقى. وكمان الاستريبس بتاعنا خلاص. وحمرنا بطاطس. سفره كده جميله ورقيقه وهاديه وبسيطه جدا مش مكلفه. طبعا معانا الخشاف بتاع رمضان اهوت اهو. كل سنه وانتم طيبين وصوما مقبولا وافطارا شهيا. عايزه بقى لايك وسبسكرايب للقناه وشير يا جماعه بالله عليكم. ربنا يكرمكم. كل سنه وانتم طيبين.